تخيل معايا، قديس عاش وسط الصحراء ومعاه تعبان. ايه ازيكم؟ الأنبا برسوم العريان واحد من أكتر القديسين المعروفين بحبهم الكامل لربنا. اتولد في مصر، وكان أبوه اسمه الوجيه المفضل، كاتب ملكة شجرة الدر، وأمه من عيلة كبيرة اسمها التبان. لكن لما تنيحوا، خاله خد كل ميراثه ومسابش أي حاجة ليه. برسوم مهتمش بالعالم ولا بالميراث، وقرر يسيب كل حاجة ويعيش لربنا، وخرج بره المدينة وعاش 5 سنين وسط الحر والبرد، وما كانش بيلبس غير عباية صوف بسيطة زي القديس الأنبا بولا. بعدها دخل مغارة جوه كنيسة، وقعد فيها 20 سنة بيصلي ويصوم ليل نهار. وهو قاعد في المغارة شاف تعبان ضخم، صرخ لربنا وقال له: انت اللي اديتني سلطان ندوس الحياة والعقارب، انت نوري ومخلصي. ورسم علامة الصليب على نفسه وعلى التعبان. وفجأة التعبان فقد طبعه الوحشي وبقى أليف وهادي. وبعد كده طلع برسوم فوق السطح الكنيسة، وقعد سنين طويلة بيعاني من الحر والبرد، لحد ما اسود جلده من كتر النسك والتقشف. وفضل على الحال ده حوالي 15 سنة. وحصل في مرة إن المسيحيين اتعرضوا لاضطهاد شديد، الكنائس اتقفلت وأجبروهم يلبسوا أعمامة زرقاء. وأما برسوم اتقبض عليه واتضرب واتسجن، لكن لما خرج راح دير شهران وقعد فوق السطح الكنيسة وما استبدلش عمامته البيضة. العجيب إن الولاة والقضاة نفسهم كانوا بيزوروه وكانوا بيشوفوا عمامته البيضة، لكن محدش قدر يجبره يغيرها، لأن قوة ربنا كانت معاه. فالقديس برسوم فضل طول عمره بيصلي ويطلب من ربنا يرفع الغضب عن شعبه. ولما أكمل جهاده اتنيح بسلام في 5 نسيء سنة 1033 للشهداء، وكان عمره 60 سنة، ودفنوه في دير شهران. بركة صلاته فلتكن معنا جميعا. للمزيد من القصص الدينية المسيحية، لايك ومتابعة.